السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله يا رب يكون الجميع في خير وفي نعمة وفي أفضل الأحوال، اللهم آمين يا رب العالمين. ونسأل الله يا رب يكون نحن الجميع في أفضل الأحوال، اللهم آمين. إن شاء الرحمن هنتحدث في الموضوع دوت أو في النصائح ديت عن التغذية السكرية، والنحال يتوقف إمتى عن تقديم التغذية. تمام. وليه يوقف التغذية النحال وقت ما يجي يوقفها النحال، أو عند احتياج النحل لعدم التغذية النحال بيوقفها ليه. طبعا الله يبارك في الجميع. زي ما احنا ماشيين الحمد لله، ربما ده الدرس التاسع، ماشيين من اول درس حتى الدرس التاسع بخطوات. نقدر نقول لو نحال مبتدئ عاوز يخش لسه في مجال تربية النحل ويستمع لأول موضوع لحد ما يوصل معانا إن شاء الرحمن للدرس التاسع ده أو النصائح التاسعة في الفيديو التاسع، بفضل الله يستفيد كتير إن شاء الرحمن. تمام. طبعا أول شيء الله يبارك في الجميع، بنشكر أي أخ اشترك معانا في القناة أو شارك فيديوهات لواحد ربما يكون مش منضم أو مش متابع معانا للاستفادة، فيعتبر هو بيساهم في الشيء دوت إنه ينشر معلومة. تمام. طالما هو كرجل نحال مقتنع بالمعلومة دي وبيشاركها، فده الله سبحانه وتعالى هيجازيه عليه خير، لأنه أكيد بيشاركها ربما واحد يكون محتاج ليها. طبعا الاخوه اللي ربما يكون في القناه الاولى كانوا متابعين معانا وما عندهمش العلم ولسه متابعين او لسه واصل لهم ان احنا فتحنا القناه البديله دي، نتمنى طبعا المتابعه والاشتراك معنا لعل ان شاء الرحمن يوصل لهم اي اشعار عند نشر فيديو باذن الله. طبعا نتمنى اي حد عاوز يقوم باقتراح اي موضوع نتكلم فيه، تمام، يكتب الموضوع اللي عاوز يقترحه واحنا اكيد بناخده بعين الاعتبار وهنتحدث فيه. يعني احنا اي تعليق بيتكتب بناخده بعين الاعتبار. تمام. اول حاجه، امتى نتوقف عن تغذيه النحل؟ في شهر مايو اللي احنا فيه. تمام. طبعا للاجابه على السؤال دوت، نتوقف عن تغذيه النحل لو احنا داخلين على موسم فيض او موسم عسل. تمام. ليه نتوقف؟ اكيد نتوقف علشان ما يحدث اختلاط ما بين التغذيه السكريه، تمام، او الماده السكريه اللي احنا بنقدمها للنحل وما بين العسل اللي هيتم نقدر نقول تجميعه من قبل النحل في المرعى. تمام. ده شيء اساسي لابد النحال ياخده بعين الاعتبار. طيب، لو هنيجي نتكلم مثلا على التغذيه على مدار العام لحد ما نوصل مثلا للشهر الخامس اللي احنا موجودين فيه، طبعا الله يبارك في الجميع ربما التغذيه تختلف من مكان لاخر. الاخ اللي بيستمع ليا في الخليج والمملكه العربيه السعوديه واليمن والبحرين والكويت والامارات، اماكن اللي فيها عامه درجات حراره ربما يكون ما فيهاش تشتيه للنحل، تمام، ده معدل التغذيه السكريه عنده للنحل يختلف غير شمال افريقيا سواء الجزائر او تونس او المغرب. تمام. ويختلف على بلدان الشام سواء سوريا او فلسطين او لبنان او حتى العراق، ويختلف كذلك عن مصر وليبيا. عامة أي بلد عربية تختلف عن الأخرى، عشان ما فيش حد يقول إنسان نسيت تذكر بلدي ليه. تمام. فنتمنى الله يبارك من الجميع المتابعة، والأخ اللي بيستمع لينا يركز في الكلام اللي أنا أتكلمه. تمام. لو هنيجي نبدأها الله يبارك في الجميع من التوقيت الحالي اللي احنا فيه. تمام. التوقيت الحالي اللي احنا فيه بالنسبة لي اللي بيقدم تغذية سكرية، تمام، في الخليج أو منطقة الخليج، التغذية السكرية عنده في التوقيت الحالي شهر مايو أو الشهر الخامس، تمام، لسنة 2023، 2 مية مقابل 1 سكر. تمام. ديت نقدر نقول يعني التغذية السكرية أو معدل التغذية السكرية اللي ما تسببش مشاكل أولا للنحل. تاني شيء، النحل ما يخزنش منها كمية كبيرة، والهدف منها إن هي تجييش النحل. تمام. ده شيء احنا كنا شغالين عليه الحمد لله. ربما يكون داخل المملكة العربية السعودية، وربما يكون أجواء المملكة العربية السعودية مقاربة بنسبة 100% لأجواء اليمن، لأجواء البحرين، الكويت، الإمارات. عامة الخليج كله، سلطنة عمان، مقارب لبعض الأجواء دي. تمام. يبقى التوقيت الحالي الله يبارك في الجميع معدل التغذية 2 مية ل1 سكر. هيستمر النحال ربما يكون في البلدان ديت على التغذية ديت لحد إن شاء الرحمن ربما فترة الخريف، أو لحد مقربة موسم السدر. تمام. اللي هو بيكون في شهر سبتمبر أو شهر 9 ميلادي. تمام. بيمشي على معدل التغذية دي، ومن ثم بعد ذلك النحال بيبتدي ينزل بتركيز التغذية، تمام، ويخلي التغذية في التوقيت اللي هو بتاع شهر 9
9 ميلادي او اكتوبر شهر 10، تمام، بيقدم في الفترة ديت ما بين 1.5 مية لواحد وسكر الى 1 مية لواحد سكر حسب درجات الحرارة في التوقيت ده عنده. تمام. اتمنى يكون الجزئية دي واصلة، ولو في احد من اللي بيستمع معانا من البلدان اللي بتتابعنا مش واصله له جزئيه، اكتب تعليق وانا هوضح لك، او لو حتى استدعت ان انا اعمل لك فيديو اخر مفيش مشكله. تمام. طيب هيجي مثلا في شهر 1 او شهر يناير، تمام، انا اتكلم بالاشهر الميلاديه، شهر 1 بالنسبه للخليج يقدم تغذيه ايه في التوقيت ده؟ تمام. طبعا بالنسبه للناس اللي بيكونوا في، نقدر نقول في الاماكن اللي درجات حراره مثلا فيها معدل ال 25 درجة، بيقدم في التوقيت اللي هو 25 درجة بالنسبة للبلدان دي 1.5 من المية لواحد سكر. دي ممتازة جدا طبعا على أساس إنك أنت بتقدم تغذية خارجية، وديت نقدر نقول بلدك أو البلدان دي شغالة معظمها على التغذية الخارجية. تمام. خليك ماشي على معدل 1.5 مية من شهر 1، 1.5 مية مقابل واحد سكر، تمام، لحد اقتراب موسم السمرة، ومن ثم بتتوقف اكيد عن التغذية عشان داخل الموسم. واللي مش عاوز يخش موسم السمرة وبيخليه مثلا يقسم طرود او ما شابه ذلك، بيرفع معدل التغذية مرة اخرى ويخليها 2 مية لواحد سكر، اللي هو نقدر نقول التوقيت الحالي اللي احنا فيه. توقيت الحالي اللي احنا فيه 2 مية لواحد سكر. تمام. طبعا صعب انك انت في التوقيت الحالي درجات حرارة نقدر نقول 40 38 45 درجة تقدم تغذية سكرية 1 لواحد او 1.5 مية لواحد سكر، لانها هتسبب لك مشاكل، واحنا شيء شفناه على ارض الواقع. انا بكلمك على ارض الواقع، تسبب لك مشاكل ويحدث زحف عندك في النحل في الوعاء اللي انت بتقدم فيه تغذية سكرية. تمام. ده طبعا بالنسبة لبلدان الخليج عامة عشان يكون الصورة واضحة. طيب بالنسبة لشمال أفريقيا ومصر والبلدان الأخرى ديت، نقدر نقول كلنا زي بعضينا، سواء شمال أفريقيا أو بلدان الشام، بنشت مع بعض الخلايا. درجات الحرارة بتاعتنا ربما يكون كلها تقريبا واحد. تمام. توقيت الحال اللي احنا فيه اللي هو نقدر نقول شهر 5 بالنسبة طبعا لبلدان الشام وشمال أفريقيا. للأخ النحال، خلي بالي النحال اللي أتكلم معاه، الأخ النحال اللي ما عندهوش موسم وبيجيش وبيقدم تغذية، تمام، معدل التغذية عندك في التوقيت الحالي لو درجات الحرارة، خلي بالك، لو درجات الحرارة عندك في معدل 32 درجة إلى ما فوق، تمام، تقدم 2 مية لواحد سكر. 2 مية لواحد سكر لو من درجات الحرارة عندك من 32 لفوق، يعني 32 35 37 40 درجة تقدم 2 مية واحد سكر. واحد بيستمع ليا يقول لي انا قدمت المعدل دوت، النحل ما بيشربش التغذية السكرية او النحل اقباله ضعيف على التغذية السكرية. تمام. اقول له اخويا الله يبارك في عمرك، اولا لما تيجي تعمل المعدل دوت انت هدفك ايه؟ هدفك اولا الله يبارك في عمرك انك انت النحل بياخد التغذية ديت عشان تنشط الشغالات في قلب كميات كبيرة من حبوب اللقاح من المرعى، من ثم انت عاوز الملكة تضع بيض بكميات ممتازة او الملكة تتحفز. فانت ما انتش محتاج تحط 1 لواحد، واحد سكر لواحد مية، او 1.5 مية لواحد سكر في التوقيت ده او في الفترة دي، لان اولا صدقني هيكون اجهاد على النحل، من ثم النحل هيخزن لك كمية منه في البراويز انت ما انتش محتاج ليها. تمام. امتى تقدم 1.5 مية لواحد سكر؟ لو درجات الحرارة عندك 30 درجة، لو درجات الحرارة عندك 27 25 درجة مفيش مشكلة. تمام. انما 32 انت صدقني لازم تقدم تغذية مخففة. تمام. تاني حاجة انت بتقدم كمية بسيطة، انت الهدف عندك ان النحل ياخد التغذية دي يغذي بيها اليرقات. تمام. لو منزل اساسات شمعية النحل يقوم بعملية بناء الاساسات الشمعية، تغذية تعتبر عامل مساعد. تمام. اتمنى يكون الجزئية ديت واصلة. طيب النحال اللي بيغذي يمشي على التغذية، مثلا لو انا بتكلم عن النحال اللي بيقدم تغذية يخليه ماشي على المعدل دوت اللي هو 2 مية لواحد سكر لحد امتى، ومن ثم يعدل المعدل ده، يخليه ماشي على المعدل ده لحد الخريف، الخريف، ومن ثم يبتدي يعدل المعدل ده. تمام. الخريف نقدر نقول مثلا شهر 11
منتصف شهر 10 يبتدي النحال في الفترة ديت لو ما عندوش موسم عسل يبتدي يعدل المعدل ده. تمام. طبعا مع انخفاض درجات الحرارة ووصولها لل 30 درجة، النحال في اللحظة دي يبتدي أول حاجة في انطلاقة النحل في الخريف، أول الخريف، تمام، يقدم 1.5 من المية لواحد سكر. ومن ثم مع اقتراب، أتمنى يكون الجزئية دي واصلة، مع اقتراب نهاية الخريف النحال يوصل ان هو يقدم تغذية 1 سكر لواحد مية. ليه؟ لان في الفترة ديت نقدر نقول هو هدفه ان النحل ياخد كمية كبيرة يخزنها في البراويز، تمام، علشان النحل هيخش على تشتية. اتمنى يكون الجزئية دي واصلة. يبقى انا كراجل نحال بشتغل بهدف. الهدف عندي ايه المرحلة اللي جاية عندي القادمة، ومن ثم بعمل استعدادات ليها. تمام. يبقى انا اصبح مش هفكر اقدم 1 سكر لواحد ميه الا مع انتهاء الخريف. تمام. ده شيء لابد منه. طيب دخلنا فصل الشتاء، اكيد بنتوقف عن التغذيه وبنقدم العامل الاخر اللي هو نقدر نقول العجائن الكندي او الكندي السكري، على اساس طبعا لو قدمنا تغذيه هنرفع الرطوبه داخل الخلايا، ومش مستحب تقدم تغذيه في الشتاء. تمام. دي اتمنى يكونوا واخدين النقطه دي في عين الاعتبار. طبعا هنخلينا الله يبارك في الجميع ربما يكون مشتين النحل بتاعنا معظمنا، على ما النحل بيبتدي في الانطلاقه بتاعته ربما بيجي منتصف شهر واحد او شهر يناير، او مع اقتراب شهر 2 اللي هو شهر فبراير، في التوقيت اللي هو نقدر نقول الاجواء تبتدي تدف فيه والنحل هيبتدي يخرج. في الحاله ديت خلاص انا ببتدي احفز النحل بواحد سكر واحد ميه كميات بسيطه، زي اللي كان متابعنا من قبل. كنا بنتكلم في الفيديوهات دي من اول بدايه السنه، بنقول كنا بنقدم في معدل 100 مللي 150 مللي، على اساس بيكون الهدف منها ان احنا نحفز الخلايا. وكنا بنقدم التغذيه ديت نقدر نقول توقيت الساعه 10 الصباح او توقيت اذان الظهر، تمام، اللي هو نقدر نقول فيه اجواء مشمسه. تمام. ومن ثم طبعا بنبتدي نرفع المعدل ده مره اخرى في شهر 3 او شهر مارس. تمام. لما درجات الحراره ترتفع شويه ممكن نوصل المعدل ده ل1.5 من الميه لواحد سكر، لحد ما درجات الحراره ترتفع معانا مره اخرى ل 35 او 40 درجه، زي التوقيت مثلا اللي احنا فيه موجودين فيه دلوقتي حاليا. تمام. وبنرجع نقدم تغذيه 2 ميه لواحد سكر. تمام. ده يعتبر معدل التغذيه على مدار العام. تمام. طيب ايه الاضافه اللي انا اقدمها مع التغذيه السكريه؟ انا عاوز اقدم للنحل تغذيه سكريه، احط مع التغذيه ايه؟ احط خل تفاح. اخ بيستمع ليه يقول لي ليمون، هيقول لي شيح، هيقول لي قرفه، اقول له يا اخي الحاجات ديت نقدر نقول صحيح هي محفزه للنحل، تمام، ومواد جاذبه للنحل، ولكن بتشجع على السرقه بكميه كبيره. تمام. فاصبح ان المخاطر بتاعتها اكتر من فوائدها. تمام. وبعدين نقدر نقول ساعات النحل بيجي في اوقات بيكون في احتياج للتغذيه بكميه كبيره، ممكن خليه قويه عندك في المنحل تسبب لك مشاكل. تمام. طبعا مسبب مشاكل مع مين؟ مع الخلايا الضعيفه، لان الشيح ريحته نفاذه، منقوع الشيح ريحته نفاذه. تمام. المواد الاخرى زي الليمون وزي المواد ديت برضه ريحتها نفاذه، يحدث سرقه. تمام. ممكن اخ من الخليج بيستمع لي يقول لي انا بقدم تغذيه خارجيه، احط شيح او ليمون او قرفه، اقول له ما فيش مشكله، لانك انت بتقدم تغذيه خارجيه، حط المواد ديت. تمام. طبعا كل ماده لوحديها. تمام. ونقدر نقول بكميه معقوله. تمام. انما اللي بيقدم تغذيه داخليه زي مصر وزي البلدان الاخرى شمال افريقيا وبلدان الشام، انصحك بس بخل التفاح. تمام. طبعا الله يبارك فيكم. امتى نتوقف بقى عن التغذيه؟ اي وقت داخل فيه على موسم عسل واقتراب موسم عسل لازم توقف التغذيه السكريه. تمام. على اساس تخش الموسم بالبراويز نقدر نقول نظيفه، ومن ثم تطلع عسل ممتاز، او عسل نقدر نقول خالي من اي تغذيه. تمام. سواء داخل موسم حمضيات، موسم زعتر، موسم صدري، موسم السنديان، اي موسم عسل برسيم، حبه البركه، اي موسم. تمام. قبل ما تخش لابد تكون موقف التغذيه السكريه. تمام. طيب اوقف التغذيه السكريه قبل الموسم بكام يوم؟ تمام. اتكلمنا في الموضوع ده ونعيد الجمله دي تاني. توقف التغذيه قبل دخول الموسم بحوالي 5 ايام او 10 ايام. تمام. لو في مخزون داخل الخلايا بكميه كبيره،
مخزون من العسل التغذيه بكميه كبيره، احاول اشيل من المخزون ده براويز طبعا بدون نحل، تمام، وابتدي اوزع للطرود او الخلايا اللي محتاجه، تمام، نقدر نقول مخزون، على اساس اوفر على نفسي انا كرجل نحال ان انا افرز البراويز اللي فيها تغذيه سكريه، تمام، وده بيسبب مجهود على النحل، تمام. دي لابد يكون جزئيه واخدين بالنا منها. طب هل ممكن اجي قبل الموسم اوقف تغذيه خالص؟ قبل الموسم ب 10 ايام اوقف تغذيه خالص واقول النحل يعتمد على البرواز او الاثنين مخزون في الداخل؟ انا ما بحبش الجزئيه دي. طب ليه؟ لان نقدر نقول هتخلي الملكه تتوقف عن البيض، تمام. فالافضل تقدم تغذيه قبل الموسم ب 10 ايام، تمام، قبل موسم العسل ب 10 ايام تقدم تغذيه، ولكن كميه بسيطه. بدل ما كنت بتدي الخليه من قبل نص لتر، لا اديها ربع بس، اديها اقل من ربع بس. ليه؟ لان في حاضنه مفتوحه جوه، في حاضنه مغلقه. هتقول لي في برواز عسل مخزون. يا اخي ما هو انت هتقلل الكميه على اساس النحل لما الكميه اللي انت بتقدمها دي تكون قليله والنحل يحتاج يبتدي يسحب من المخزون، انما تتوقف نهائي بالخليه بتتراجع. انا بتكلم على شيء والله شفناه على الواقع. ثم في الاصل الموضوع ده كله مساله ضمير. انت كرجل نحال ضميرك ايه؟ اتوقع في اخ او اخت من الجزائر، ما كنتش انا مخطئ، لسه كاتبه تعليق من 3 ايام او من يومين اتنين ان حدث امطار في الجزائر، ومن ثم هي قدمت تغذيه سكريه، تمام، وجت بعد كده لاحظت ان البراويز فيها الهلالات العسليه عسل ناتج عن التغذيه، تمام، ومن ثم النحل ابتدى يجمع رحيق من المرعى، وكانت بتستفسر ازاي تفرق ما بين التغذيه السكريه اللي قدمتها وما بين العسل اللي هيجي من المرعى او من الازهار. طبعا اجابتي ليها كان الامر صعب، امر صعب. عسل تغذيه اختلط معاه عسل طبيعي، الامر صعب ان النحال يفرق ما بينهم، تمام. ومن ثم قالت خلاص هتضع في العاسله اطارات فارغه او اطارات مبنيه على اساس ان النحل يجمع فيها عسل، ويكون معروف ان ديت عسل طبيعي او عسل تم نقدر نقول تخزينه بدون اي تغذيه، تمام. فلا بد ننتبه للنقط دي كلها، لان اي شيء ربما يكون بدون قصد مني كنحال او بسوء فهم مني كنحال يسبب لي مشكله، فدي تكون صعب، تمام. طبعا الله يبارك فيكم، دي ربما يكون كانت نبذه بسيطه على موضوع التغذيه. لو عاوزين نتوسع في الموضوع ده ما عندناش مشكله، ممكن نعمل فيديو اخر للموضوع ده، تمام، او استفساراتكم واسئلتكم لو محتاجه فيديو اخر هنعمل فيديو اخر. طبعا بس عاوز قبل ما انهي الفيديو دوت ارد على سؤال للاخ خالد والاخ مهند بصوره سريعه. طبعا الاخ خالد بيتكلم ان هو في شهر السادس او شهر 6 ميلادي بيجيب ملكه عذراء، ومن ثم بيخدر الملكه ديت بثاني اكسيد الكربون. يعني الهدف المقصود ان هو عاوز يخلي الملكه تضع بيض ذكور، تمام، ومن ثم بيقدم لها تغذيه جيده ويقدم لها عجائن، وبقول بعد مده شهر ونص ولا حاجه الملكه دي طبعا بتنتج كميه من الذكور وبيزرع ملكات وبيقسم. طيب اخويا خالد الله يبارك في عمرك، اولا تحياتنا ليك والاخوان في سوريا بخصوص موضوعك انت بتتكلم عليه دوت انتاج ذكور في فصل الصيف. لو انت نجحت، خلي بالك من الكلام، لو انت نجحت في انتاج ذكور من ملكه ممتازه، هل انت هتكون واثق من ان اعداء النحل عندك مش موجودين؟ هل انت واثق ان درجات الحراره هتكون مش مرتفعه، ربما تصل عندك مثلا 45 درجه ويكون صعب على الملكه العذراء تخرج للتلقيح؟ تمام، حط الامور دي كلها في عين الاعتبار، وانا اتمنى ليك تنجح، تمام. ولكن كان في اخ اتوقع من ليبيا سالني سؤال زي كده، قال لي برضه عاوز يخلي ملكه تربي ذكور، ولكن عنده معضله صعبه ان درجات الحراره توصل عنده ربما 45 درجه في ليبيا في شهر 7، وده ربما يكون صعب في موضوع ان الملكه تخرج تتلقح، تمام. فاحنا قلنا، وانا عملت الفيديو السابق بتاع تغيير الملكات السيئه والملكات البديله، واتمنى اللي ما استمعش ليه يستمع ليه، وقلت ان الفيديو دوت احنا بنستغل الفرصه كرجل نحال في نهايه شهر 5 اللي احنا فيه وشهر 6 ان احنا نغير ملكات سيئه، وربما كمان نعمل نويات تلقيح نضع فيها بعض الملكات العذارى اللي تكون تم تلقيحها جاهزه عندنا كبديل داخل المنحل، تمام. اتمنى يكون الجزئيه دي واصله لك، تمام. السؤال الاخر لاخونا مهند
بيقول الحمد لله على سلامة سماع صوتك، الله يجزيك الخير يا اخويا مهند. بيقول عندك سؤال، وهو خلية 3 طوابق، الاول بيت التربية وفوقه حاجز ملكات، والتاني مليان بالعسل الغير مختوم، والتالت اقل من نصفه عسل للعلم، 3 ايام متتالية امطار. وبتقول طبعا ما شاء الله درجات الحرارة ابتدت تعتدل ووصلت ل 34 درجة مئوية. بيقول هل يمكن استبدال الدور الثاني بالدور الثالث لكي يسهل على النحل عملية نقدر نقول تخزين العسل أو جمع العسل، والموسم باقي عليه 9 أيام فقط؟ أخويا مهند الله يبارك في عمرك، ممتاز. توكل على الله. أولا الله يبارك لك يا رب في مالك أو في الخلايا اللي أنت مجيشها ديت. أنا صراحة بكون أقسم بالله سعيد إن واحد يقول لي ما شاء الله اللي عنده الأمور ممتازة. ده بيدل على إن ما شاء الله الشخص ده ناجح يعني. فحته انك انت تبدل الطابق الثاني مع الطابق الثالث على اساس ان الطابق اللي هو رقم 3 البراويز بتاعته فيها عسل خفيف او عسل مش مختوم، وعاوز تخليه رقم 2 تسهل على النحل عمليه جمع كميه كبيره فيه اكبر، ما فيش مشكله. اهم حاجه تاكد ان الملكه موجوده في طابق التربيه، وموجود الحاجز الملكي من ثم فوق طابق التربيه. تمام. حته بقى الطابق الثاني والثالث تبدل ما بينهم وتنزل ده فوق او ده تحت، لا يوجد اي مشكله. تمام. ونسال الله سبحانه وتعالى 9 ايام اللي هم باقيين على الموسم ان النحل نقدر نقول ينشط مع ارتفاع درجات الحراره، وبالتالي يخزن لك كميه كويسه من العسل. تمام. الله ييسر لك الحال. نصيحتي ليك افحص طابق التربيه باستمرار لمنعا او لحدوث اي تطريد لا قدر الله. تمام. طبعا الله يبارك في الجميع. لو في اي استفسارات او اي تعليقات نتمنى طرحها ان شاء الرحمن. الفيديو القادم او الدرس الرقم 10 اللي هو القادم باذن الله هنتكلم فيه عن ان النحال كيف يقوم بالتفرقه بين النحل بيتهيأ للتطريد، او ان النحال ازاي يعرف ان النحل دوت مهيأ لعمليه التطريد. ده هيكون الدرس القادم باذن الله. في اي اقتراحات اتمنى نحطها، في اي استفسارات، في اي اضافات نتمنى التعليق بيها ونكون سعداء بالشيء ده. وطبعا نتمنى مشاركة الفيديوهات ديت للإخوان اللي مش متابعين معانا لعل يستفيدوا. وطبعا مشكور أي أخ محترم بيحاول يساهم بأي شيء، وأي أخ بيشجعنا بنشكره، والله يجزيكم الخير جميعا، مشكورين شكرا جزيلا.